النبي صلى الله عليه وسلم موصينا على بعض. موصينا على بعض يعني ايه؟ النبي دخل على مجموعة صحابة وهم قاعدين وقال لهم: أيها الناس، يأتيكم من بعدي أقوام يطلبون العلم، فإذا جاءوكم قولوا مرحبا بوصية رسول الله، واكرموهم وعلموهم وافسحوا لهم في المجال، واقرؤوهم مني السلام. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن بعد وفاته هيجي ناس عايزين يتعلموا عنه وعن سيرته وعن حياته وعن سنته، والنبي صلى الله عليه وسلم وصى عليهم. احنا كده بنعمل بوصية رسول الله، وبما انكم معايا وبتسمعوا ده يبقى انتم طلاب العلم، فمرحبا مرحبا بوصية رسول الله. انتوا وصية النبي والنبي بيسلم عليكم. العادي هل ينفع اقول لك او اطلب منك تحب حد من غير ما تعرفه؟ اكيد لا، لازم نعرف الشخص كويس الاول عشان نحبه. طب دلوقتي لو عرفنا سيدنا النبي كويس وحبيناه هنستفاد ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اختلط حبي بقلب عبد فاحبني الا حرم الله جسده على النار. لو بتحبه حب صادق من قلبك مش هتدخل النار ابدا. وقال صلى الله عليه وسلم: من احبني كان معي في الجنة. لو بتحب النبي أبشر أبشر بكل خير. هو في أكتر من كده بذمتك خير؟ تعالوا نتعرف عليه. اسم النبي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. ولد النبي يوم الاثنين بعام الفيل 12 من ربيع الأول. شكل النبي: في صحابي اسمه حسان بن ثابت كان مشرك وكان شاعر كبير في الوقت ده. راحوا له ناس من قبيلة قريش وادوا له فلوس مقابل إنه يهجو النبي، يعني يشتمه بالشعر، وهو كان شاطر قوي في الهجاء ده. أخد الفلوس وقال: لازم أشوف محمد بنفسي عشان أدور فيه على حاجة وحشة أبدأ بيها شعر. وقف استنى النبي فوق جبل من الصبح لغاية بالليل لحد ما زهق وكان خلاص هيمشي، وبيقول: شفت سيدنا محمد جاي من بعيد وحاولت أدقق فيه، وبعد ما شافه راح رجع الفلوس لقريش وقال لهم: مش ههجو محمد. قالوا له: ليه يا حسان؟ قال لهم: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قالوا له: إيه اللي حصل؟ إحنا ما بعتناكش عشان كده. قال لهم: لما رأيت أنواره سطعت وضعت من خيفتي كفي على بصري، خوفي على بصري من حسن صورته، فلم أكن أنظره إلا على قدر، روح من النور في جسم من القمر، كحلية نسجت من الأنجم الزهري. أول ما شافوا بس وصفوا كده. حسان بن ثابت هو اللي كان قايل: وأجمل منك لم تر قط عيني وأحسن منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء. حبيبي يا رسول الله. كعب بن مالك رضي الله عنه بيقول عن ابتسامة النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر، ورائحته كانت أطيب من المسك والعنبر. لو عدى من طريق نعرف من طيب ريحة النبي، وتلتصق بكل شيء يلمسه وبتفضل فيه. ستنا أمينة بتقول: وأنا حامل ما كنتش بحس بشيء مما تجد الحوامل، وشافت رؤية قبل ولادة النبي إنه نور يخرج منها يضيء به أعناق الإبل بمدينة البصرة بالشام. لما اتولد وقع جالسا واضعا كفيه إلى الأرض رافعا وجهه إلى السماء. أول واحدة كان ليها الشرف في ضم النبي أجمل مخلوق صلى الله عليه وسلم هي أم أيمن، اسمها الحقيقي بركة الحبشية، مربية النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده كانت من أكتر